من عامل نظافة إلى باحث دكتوراه في القانون، قصة محمد عثمان سلام. تحب تعرف معايا إزاي واحد بيشتغل في الشارع في محافظة البحيرة، بيشتغل عامل نظافة، قدر يوصل لدرجة الماجستير ويستعد للدكتوراه؟ أيوة، ده الدكتور محمد عثمان سلام، 48 سنة، اللي بدأ حياته بشهادة دبلوم واشتغل عامل نظافة أكتر من 20 سنة. بس قبل ما أقولك المعلومات دي ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتتابع صفحتنا عشان يوصلك كل جديد في الأخبار. أول معلومة أو سر في القصة دي هو الإصرار والصبر. تخيل معايا كل يوم محمد بيصحى الصبح بدري ويشتغل في شوارع المدينة، ويخلص يوم طويل من التعب والمجهود البدني، وبعدين من الساعة 8 بالليل لحد الساعة 10 وهو بيذاكر ويذاكر. عمره ما حس إن شغله في الشارع عيب أو حاجة تمنعه عن حلمه، بالعكس، الشغل ده عمل له قيمة وعلمه قيمة الحياة وخلاه مصر إنه يرفع مستواه ويتعلم أكتر. تاني سر هو قوة التعليم. سنة 2011 التحق بكلية الحقوق جامعة اسكندرية بنظام التعليم المفتوح، وبعد 5 سنين حصل على الليسانس، وبعدها واصل وكمل دبلومين في القانون الإداري والقانون العام، وبعدين حصل على الماجستير في القانون. وده مش نهاية الحكاية، لأنه دلوقتي مستعد يقدم على الدكتوراه. يعني قصة محمد بتورينا إن السن مش عائق، وإن أي حد عنده إرادة ممكن يوصل لأعلى درجات العلم. ثالث سر معانا في القصة دي هو التأثير على الأسرة والمجتمع. أولاده الأربعة كلهم متفوقين في دراستهم، وده كمان بيوضح قد إيه التعليم والإصرار مش بس بيغير حياة الشخص، لكن كمان بيأثر على كل اللي حواليه. محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عزار كرمته رسميا، وكمان ضمنت له وظيفة إدارية كباحث قانوني عشان يقدر يركز في حلمه بالدكتوراه بدون ضغوط الشغل العادي. وفي سر رابع مهم جدا، وهو درس الحياة اللي ممكن أي حد يستفيد منه. أي وظيفة مهما كانت بسيطة أو شاقة مش عيب، المهم الإرادة والشغف. كل خطوة صغيرة بتقربك من حلمك الكبير، وكل يوم مذاكرة أو مجهود بيحسب في طريق النجاح. وطبعا مش هنسى التفاصيل اليومية، إن محمد كان بيذاكر بعد الشغل لحد الساعة 10 بالليل، ساعات كان بيذاكر وهو قاعد على الرصيف في الشارع، وكل امتحان كان بيحضره بنفسه، وده علمه الانضباط والتخطيط لكل حاجة في حياته. الخلاصة، القصة دي بتقول لكل واحد: لو عندك حلم اعمله بإصرار، وما تخليش أي عقبة توقفك، ومهما كانت البداية بسيطة أو صعبة، بالإرادة كل شيء ممكن يتحقق. وفي نهاية الفيديو ما تنساش زي ما قلت لك تعمل لايك وشير للفيديو وتتابع صفحتنا عشان يوصلك كل الأخبار الجديدة أول بأول.